سلسلة كتاب هيغيرك. حلقتنا النهاردة عن كتاب عقل جديد كامل للكاتب دانيال بينك. حلقة النهاردة فيها فكرة غريبة لكن واقعية جدا. تعالوا نبدأ ونشوف ايه هي الفكرة دي. تعالوا نبدأ بقصة أستاذ حسن. أستاذ حسن كان بيمتلك قصر كبير، وكان بيقعد قدام باب القصر ده ومعاه مفتاحه، وكان بيسمح للناس انها تخشه مقابل انها تدفع فلوس. كانت الناس بتنبسط جدا انها تخش القصر ده وكانوا بيدفعوا له الفلوس دي، لكن بمرور الوقت ابتدت الناس ما تحبش تخشه وتزهق منه ومبقتش تدفع الفلوس، وده ادى الى قلق شديد جدا لاستاذ حسن في دخله اللي هو بيدخله من الفلوس دي. تخيل ان المفتاح اللي بيمتلكه الاستاذ حسن للقصر ده هي المهاره او الخبره اللي بيمتلكها استاذ حسن في وقت ما، لكن بمرور الوقت الناس ابتدت تهملها او ما تهتمش بيها. في العصور القديمة كانت الناس بتهتم بمهارة استخدام السيوف، لكن في الفترة الحالية مع تطور الأحداث وكده ما بقاش فيه استخدام للسيوف في الوقت الحالي، وهو ده اللي احنا بنتكلم عنه، إن بمرور الوقت المهارات القديمة ما بتنفعش في الأوقات الجديدة اللي احنا فيها. سبب ده حاجات كتير. أول سبب هنتكلم عنه هو الوفرة. تعالوا نقول قصة أحمد. أحمد كان اتخرج من كلية هندسة وجاب شهادة كويسة، لكن في نفس الوقت كان في الفترة زمان كانت الشهادة دي كافية إن هو يشتغل شغلانة كويسة، لأن العدد الناس كان قليل وكانت الشغلانات كتيرة، فعشان كده كان سهل إن هو يلاقي وظيفة. لكن في الوقت الحالي في ناس كتير جدا وفي نفس الوقت كلهم مهندسين، فعشان كده هتلاقي صعب إن أنت تلاقي وظيفة كويسة بالشهادات اللي أنت كنت بتستخدمها زمان. تاني نقطة هي العولمة. أحمد مهندس كمبيوتر شاطر قوي في مجاله وفي شركته، لكن في واحد تاني من احدى البلاد الاسيويه اللي بتتصل بدخل اقل قرر ان هو يشتغل نفس وظيفه احمد وبسعر اقل من الدخل اللي بياخده احمد، فطبعا الشركه قررت ان هي تشغله. وعشان كده هو دي العولمه، ان انت في بلاد تانيه ممكن تشاركك في نفس الوظيفه، فبالتالي هتجد صعوبه في ان انت تاخد نفس الوظيفه بمهاراتك الحاليه، ومحتاج ان انت تطور المهارات دي. تالت حاجه اسمها الاتمته. دكتور علي دكتور شاطر جدا بيعمل عمليات جراحية قوية جدا، لكن في نفس الوقت في أجهزة جديدة نزلت بتعمل نفس الأدوار اللي هو بيقوم بيها، فطبعا ده قلل دخله. أتمتة هي تحكم الروبوتات في بعض الوظائف اللي في الوقت الحالي، فممكن تلاقي وظيفة كان بيعملها ناس زمان ممكن روبوتات تعمل نفس الوظيفة دي. الآلات والروبوتات صحيح إنها بتقوم بالوظائف دي بكل احترافية، لكن ممكن إن أنت تعمل حاجة مش موجودة عندهم. الآلات أو الروبوتات بتتصف بعدم وجود مشاعر، ممكن إنها تعمل المهارات باحترافية شديدة لكن هي تفتقد المشاعر الإنسانية، وإحنا تعاملنا المميز عن الآلات هو التعامل الإنساني، فتقدر تستخدم الموضوع ده في التعامل وتكتسب خبرة أكتر فيه. تاني حاجة هو الأسلوب القصصي. في شخص كان عايز ياخد استشارات قانونية، فحمل إحدى التطبيقات وقعد ياخد معلومات منها، لكن في نفس الوقت ما كانش فيه توضيح للموضوع ده، وكان عايز يسمع قصة توضح ازاي يعمل الاستشارات اللي هو بيطلبها. ونتيجة لكده راح لأحد المحامين وشرح ليه المحامي قصة توضح ازاي يستخدم الاستشارات دي بصورة واقعية. فتقدر انت تستخدم اسلوب قصصي في شرح المعلومة او تستخدم امثلة كمان، فده بيساعد وده اللي يميزك عن الآلات او التطبيقات او الكمبيوتر. تالت حاجة اسلوب الدمج. تخيل ان في جهاز بيمشي على عجلة واحدة، في عالم تاني اضاف للعجلة دي عجلة تانية يمشي عليها الجهاز وبقى يمشي باكتر مرونة وسهولة، وهو ده الدمج، ان انت تطور الحاجة اللي موجودة اساسا وتستخدم فيها ادوات والات جديدة تدمجها في الآلة القديمة، وعشان كده تقدر تستخدم ده في تطوير نظامك ونشاطك. رابع حاجة والأخيرة هي نظام الألعاب. لو أنت تقدر تطبق في شركتك أو شغلك نظام اسمه نظام الألعاب، وهو نظام إن أنت تعمل زي الشغل يبقى بصورة تسلية أو لعبة يخلي الناس تتحرر من الروتين العام بتاع الشغل، فتؤدي إلى زيادة إنتاجيتها وقدرتها الأكثر على التنافس بصورة تخليهم يستمتعوا بالشغل ويزودوا العمل. الخلاصة اللي أنا عايز أقولها إن في وظائف ومهارات قديمة في مرور الوقت هتتبدل مهارات ووظائف جديدة، وعشان تواجه ده لازم تطور من مهاراتك وإن أنت تستخدم أسلوب المشاعر والحاجات المختلفة اللي تقدر تميزك عن الآلات. شكرا وأشوفكم الحلقة الجاية.